بس اللي بيحصل جواك ده ما يتحطش في جملة. في حاجات ما ينفعش تتشرح، وفي وجع لو اتقال بيقل، بس اللي بيحصل جواك ده ما يتحطش في جملة. في انواع من الغياب بتقعد معاك اكتر من صحابك، ومش لانك ضعيف، لان المخ نفسه بيفضل ماسك في اللي وقع. الغياب مش فكرة، ده فعل بيحصل جوه الدماغ. المخ بيسجل كل حاجة ليها اثر، وبيرجع يشغلها حتى لو الشخص ده مشي من زمان. وعشان كده الغياب تقيل لان المخ بيحاول يكمل الصورة حتى لو الصورة كانت ناقصة. الغياب بيحصل في سكون بس تأثيره عالي، يكفي انك تدخل نفس المكان وتلاقي الهوا هو الهوا، بس كل حاجة جواك اتغيرت. العلم بيقول ان الانسان لما يفقد حد بيفقد نظام، مش مجرد وجود. علشان كده الفراغ مش بس مسافة، الفراغ عادة كانت بتتم وما بقتش. والاغرب ان المخ ساعات بيصدق ان اللي راح لسه موجود. مش ضعف، ده حفاظ، طريقة الجسم انه يمنعك انك تقع مرة واحدة. علشان كده الغياب ما بيكسرش، الغياب بيعلم، بيسيب وزن انت كل يوم بتتعامل معاه، تخففه تسيبه، بس عمره ما يختفي فجأة. الغياب عمره ما كان وزن وقت، وزنه احساس، مشاعر، وجهد الدماغ بتنزله. في الاخر الغياب ما بيخلص، هو بس بيتحول، بيبقى صوت واطي وظل خفيف وتقل تتعود تشيله. ومع الوقت تكتشف انك ما كنتش بتهرب منه، انت كنت بتتعلم ازاي تمشي بيه. ولو الكلام لمس فيك حته، سيب بصمتك، لايك بسيط وشير يوصل لحد تاني، واكتب لي في الكومنتات لو الغياب له صوت، انت هتسمعه ولا هتفضل ساكت وتسمح له يمشي؟